الأنماط. إن النمط أو الستايل يوحد عملك في كامل مستندك، فمثلا يمكن جعل عناوين رئيسية ثم عناوين من مستوى ثاني ومستوى ثالث ثم النص العادي. ويمكن إذا أردت تطبيق نمط على نص معين حدد النص ثم من الصفحة الرئيسية اختر النمط الذي تريده. لاحظ الأنماط موجودة هنا، يمكن بالاقتراب منها على سبيل المثال تغيير مباشرة النص. يمكن كذلك أن نقر على هذا الزر لاختيار النمط الموجود هنا حسب ما تريد، أو يمكن بطريقة ثالثة اختيار الأنماط من هنا مباشرة. انقر على هذا الزر. يمكن اختيار العنوان الرئيسي اسمه العنوان، اختر العنوان بالنقر عليه. لاحظ هنا عنوان رئيسي. يمكن اختيار العنوان من المستوى 1 وهو أقل من العنوان الرئيسي، اختر هذا النص. اضغط كنترول لاختيار أكثر من نص على سبيل المثال. اختر هذه النصوص الأربعة بالضغط باستمرار على كنترول. اختر العنوان من المستوى 1. لاحظ هنا تم توحيد التنسيق بالنسبة للعناوين الأربعة. الآن اختر النص الموجود هنا على سبيل المثال السطر الأول في كل موضوع. اختر السطر الأول في كل موضوع على سبيل المثال. يمكن أن يكون عنوان عادي على سبيل المثال العنوان أو عنوان من الدرجة الثانية. اختر عنوان من الدرجة الثانية. لاحظ هنا عنوان من الدرجة الثانية تم وضعه عنوان من الدرجة الثانية. الآن بالنسبة للبقية يمكن تحديدها. حدد مفتاح كنترول لتحديد بقية النص الموجود. يمكن أن تجعله نص عادي على سبيل المثال. إذا جعلناه نص عادي كما هو واضح هنا. إذا النص الموجود لدينا هنا قسم إلى مستويات وكأنه فهرس يمكن استخدامه. مستوى، عنوان، وعنوان 1 ثم عنوان 2 ثم نص عادي. لاحظ هنا توحيد العمل في كامل المستند. حفظ تحديد كنمط. يمكنك حفظ أي تحديد كنمط وذلك كما يلي. نريد على سبيل المثال عمل هذا التحديد، تغيير النمط الموجود إلى لون على سبيل المثال أحمر، ثم تغيير حجم الخط إلى 36 على سبيل المثال، وكذلك يمكن عمل underline أو عمل bold على سبيل المثال. نريد حفظ هذا التحديد كنمط، يمكن أن نقر على هذا الزر ثم اختيار حفظ التحديد كنمط سريع جديد. حدد اسم هذا النمط على سبيل المثال، نحدد اسمه العنوان الرئيسي. إذا هذا النمط اسمه العنوان الرئيسي. انقر على موافق. الآن هذا النمط اسمه العنوان الرئيسي. في أي لحظة تريد تطبيقه حدد النص الذي تريد تطبيقه ثم اختر من هنا مباشرة نمط اسمه العنوان الرئيسي فيتم تطبيقه مباشرة على أي نص تختاره. مسح التنسيق. يمكنك مسح تنسيق أي نمط على أي تحديد وذلك كما يلي. يمكن عمل تحديد على سبيل المثال على هذا العنوان ثم بالنقر على هذا الزر اختيار مسح التنسيق. سوف يتم مسح التنسيق وإعادة النص إلى نص عادي. تطبيق الأنماط. يمكنك تطبيق نمط على أي تحديد تحدده أو مجموعة تحديدات. على سبيل المثال حددنا هذا النص، يمكن النقر على هذا الزر ثم اختيار تطبيق الأنماط. يمكن اختيار أي نمط من الأنماط الموجودة بشكل قائمة. يمكن اختيار أي نمط من هذه الأنماط. على سبيل المثال يمكن اختيار على سبيل المثال النمط الذي قمنا بإنشائه العنوان الرئيسي. يمكن عمل تعديل لهذا النمط باختيار تعديل ثم تعديل ما تريد على هذا النمط. على سبيل المثال يمكن تعديل حجمه إلى حجم أصغر مثلا 26 وتغيير كذلك اللون إلى اللون الأخضر على سبيل المثال أو أي لون آخر تختاره. لاحظ ذلك يمكن اختيار هذا اللون. يمكن جعله على سبيل المثال مائل وإلغاء عريض على سبيل المثال، ويمكن تغيير الخط. انقر على موافق. الآن لاحظ هنا تم تطبيق النمط على هذا النص وتغيير أو تعديل النمط.
تعديل الأنماط. إن فائدة النمط الرئيسية أنه إذا قمت بتعديل النمط يتم تعديله على كامل النصوص التي استخدمت هذا النمط. لاحظ استخدمنا هنا على سبيل المثال النمط اسمه عنوان واحد. سوف نغير النمط على سبيل المثال، نختار هذا الزر ثم نختار الزر تطبيق الأنماط ثم نختار العنوان واحد على سبيل المثال ثم نختار تعديل. الآن يمكن تغيير مواصفات هذا النمط. على سبيل المثال بدلا من لونه العادي اختر اللون الأحمر له، اختر لونا غامقا إن أردت ذلك. كذلك يمكن تغيير حجم الخط إن أردت ذلك إلى 16. كذلك يمكن تغيير نوع الخط إلى هذا النوع على سبيل المثال. كذلك يمكن جعله مائل وغير عريض. اختر موافق ثم انقر على إغلاق. لاحظ تم تعديل جميع النصوص التي استخدمت هذا النمط، لاحظ ذلك، وهي من المستوى عنوان واحد، ولا حاجة لتحديدها لأن أي نص يستخدم النمط سوف يتم تعديله تلقائيا بعد تعديل النمط. تغيير الأنماط المخصصة. يوجد في وورد 2007 بعض الأنماط المخصصة التي يمكنك استخدامها مباشرة حسب مستويات العناوين عند إنشاء النص. لاحظ عند إنشاء النص حددنا أن يكون هذا النص من النمط عنوان، وهنا من النمط عنوان واحد، وهنا عنوان واحد، وهنا عنوان اثنين على سبيل المثال. الآن وبدون تحديد النص يمكن تعديل النمط الموجود، وذلك باختيار تغيير الأنماط ثم اختيار مجموعة الأنماط. لاحظ يوجد لدينا مجموعة من الأنماط. إذا اخترت وورد 2007 لاحظ النمط الموجود، اختر على سبيل المثال أنيق ولاحظ الشكل، اختر على سبيل المثال حديث ولاحظ الشكل، اختر فاخر ولاحظ أنه يتم التغيير إلى هذا الشكل حسب مستويات النص. لاحظ المستوى عنوان، وهنا المستوى عنوان واحد، وهنا عنوان واحد، وهنا عنوان اثنين. حسب المستويات يتم التغيير. الآن يمكن تغيير الألوان الخاصة بالأنماط الافتراضية أو المخصصة. اختر ألوان، يمكن اختيار أي نمط ألوان تريده، اختر هذا النمط أو هذا النمط، اختر أي نمط من الألوان تختاره، اختر هذه الألوان على سبيل المثال. كذلك يمكن تغيير الخطوط المستخدمة، يمكن اختيار الخطوط التي تريدها، خطوط على سبيل المثال من النوع أصل أو أي نوع من الأنواع الموجودة، اختر على سبيل المثال هذا النوع أو هذا النوع. لاحظ في كل مرة يتغير النص الموجود أو المحدد.